السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة خالصة لكل المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. وكنتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. فخلال هذه الحلقة غادي نتكلموا على دولة غادي تولي يعني مسموح للمغاربة دخولها بشكل رسمي بدون بدون فيزا. يعني وهاد الدولة يعني كتعتبر دولة سياحية بامتياز. فنتلاقاو بعد هذا الفاصل القصير باش نتعرفوا على تفاصيل هذا الموضوع. نبداو على بركة الله موضوع الحلقة، بحيث صرح مسؤول الشؤون التجارية والإعلام بسفارة جمهورية الدومينيكان بالمغرب للصحافة يوم أمس الجمعة 4 أكتوبر على أن العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية الدومينيكان دخلت يعني مرحلة جديدة بعد دخول اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة حيز التنفيذ. وأوضح ذات المسؤول في مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة بالرباط أن من شأن الإلغاء المتبادل من التأشيرة سيعزز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين محور الرباط سانتو دومينغو. كما سيساهم الأمر في التقريب بين البلدين الذين يتقاسمان يعني مجموعة من القيم. وأبرز المتحدث دائما في هذا اللقاء الذي يروم إلى تسليط الضوء على شتى الإمكانيات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جمهورية الدومينيكان، خصوصا فيما يتعلق بالسياحة، لأن جمهورية الدومينيكان يعني كتمتع بمناخ معتدل طوال السنة، ما يؤهلها لتكون وجهة سياحية مفضلة لدى السياح والمستثمرين المغاربة، مما سيسمح لهم بمباشرة أنشطتهم والرفع منها بسلاسة، خصوصا بعد دخول اتفاق الإعفاء من التأشيرات السياحية والتجارية لمواطني البلدين حيز التنفيذ في يوليوز من السنة الفارطة. فالشيء اللي كاين في هذه الحلقة، إلى حلقة مقبلة وموضوع آخر إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.